تاريخ المغرب، حيث استمعنا جميعا إلى خطاب أمير المؤمنين حامي الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، ذلك الخطاب التاريخي الذي بين فيه أمير المؤمنين بنود الدستور الجديد. وكما قلت لكم دائما أننا نتوسم دائما في جلالة الملك كل الخير وكل البركة، فجلالة الملك دائما يسعى إلى ضمان كرامة المواطن وحريته، ذلك ما استنتجناه من خطابه السامي الملكي، باعتبار أن جلالة الملك نصره الله وحفظه عندما كان ولي العهد ماذا قال في أحد خطبه؟ إن الديمقراطية بناء مستمر، بمعنى يعني الديمقراطية تتطور يوم عن يوم. والخطاب لجلالته البارحة وعند شرحه الدستور الجديد تبين لنا أن المغرب سيدخل يعني وسوف يكون مثل للأمم في الديمقراطية وفي الحرية وفي ضمان حقوق الإنسان. وكذلك بين جلالة الملك أن المملكة المغربية والديمقراطية المغربية هي ديمقراطية مواطنة. العظمة هذه، الكل كان يقول ديمقراطية برلمانية، ملكية برلمانية، ملكية دستورية، ملكية إلى آخره. فهنا ملكية مواطنة، يعني تعطي للمواطن جميع حقوقه وإشراكه في التدبير السياسي المحلي والجهوي والوطني. وكذلك هناك النقطة أساسية، هو أن مؤسسة يعني اللي شرحت لنا هذا هو أن المؤسسة الملكية هي ستبقى قوية وفاعلة، وهي ضامن الاستقرار لهذه البلاد. هذه من مزايا ديال إمارة المؤمنين اللي غتبقى محافظة على الضمان والاستمرار ديال الوحدة المغربية. ثانيا مؤسسة الوزير الأول أو مؤسسة رئاسة الحكومة، يعني الوزير الأول دابا غيولي يعين الوزارة ديالو وغيولي مسؤول، خصو يقدم. دابا هذه مسؤولية ملقاة على عاتق الأحزاب الوطنية التي يجب عليها تأطير الشعب المغربي، وكذلك تكون مبادرة ببرامج التي تضمن كرامات وحرية الإنسان، وكذلك سوف تكون مسؤولة من مؤسسة البرلمان اللي ولا عندها التشريع والمراقبة، تراقب الحكومة. وعاد نجيو للمؤسسة ديال العدل اللي هي مستقلة، غتكون مستقلة وغتحكم بالعدل، يعني ما غيدخل فيها حتى شي حد. هذه هي العظمة ديال الديمقراطية، باش حنا تنقولوا رغم أن البعض يخالفنا في الرأي، ولكن نقول بأن المغرب له خصوصيته. لا يمكن أن نستورد ديمقراطية من الخارج، مثلا اسبانيا ولا انجلترا، لا، احنا عندنا ثوابت يجب أن نتمسك بها، وذلك ما جاء به الدستور الجديد اللي عشنا كنا الفقياء والموردين ديال الزاوية ومشينا للقصر الملكي اللي في مدينة سلا، وعبرنا عن فرحنا وعن انخراطنا في هذا الدستور الجديد
وقلنا بصوت عالي باسم الشرفاء الحسونيين وباسم مريدي الزاوية الحسونية وباسم ساكنة سلا أننا سوف نصوت بنعم لهذا الدستور. قلناها يعني بصوت عالي وبتلقائية وبعفوية. ثم ختمنا كلمتنا بالدعاء لأمير المؤمنين حامي الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، الله ينصره الله ينصره. وهنا اسمحوا لي، أنا دائما أستحضر كلام جلالة الملك باعتبار أن ما قاله أخيرا، باش نقول لكم أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله سوف يكون عقد الدولة العلوية. شنو هو عقد الدولة العلوية؟ هو اللي غيكون متميز على جميع الملوك اللي سبقوه. لماذا؟ عندما كان لقاء مستشار صاحب الجلالة السيد المعتصم برؤساء الأحزاب، قال لهم الملك يخاطبكم. اش قال جلالة الملك؟ إن التقديس لله ولأنبيائه وما أنا إلا مواطن، لا إله إلا الله. هذه ديال الأولياء، هذه الكلمة ما تيقولها غير ولي من أولياء الله. مع العلم أن جلالة الملك نصره الله يعني هو يستحق كل تقدير وإجلال وتعظيم، وماشي أنا اللي غندافع عليه. أعماله الصالحة ومنجزاته ومشاريعه الكبرى هي اللي كتدافع عليه، لأن أولا هو ملك إنسان كيحضر في الأفراح وفي الأقراح ديال الشعب ديالو. ثانيا هو ملك طبعه ديمقراطي. وثالثا وأعظم من هذا هو ملك مواطن. هذا الشيء ما كان شايف في جميع الملوك اللي مشاو. فلذا أقول لكم يعني جميعا أننا يعني استقبالا غنديروا حفلة خاصة لمباركة الدستور، يعني جميع الفقهاء اللي هنا والفقهاء اللي دازوا واللي غيجيو غدا، غنخصوا ما بين العشاءين واحد الساعة ديال قراءة القرآن وكذلك أوراد من الأذكار الصوفية، ثم الدعاء لأمير المؤمنين لنعبر ثانية عن الفرحة ديالنا والابتهاج ديالنا والانخراط ديالنا والتأييد ديالنا للدستور الجديد. وختاما في هذه المناسبة دائما نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يرعى بعينه التي لا تنام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأن يطيل في عمره، وأن يحقق على يديه وفي عهده ما يبتغيه شعبه وما يرتجيه. اللهم احفظه بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم احفظه بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه. اللهم أريه الحق حقا واجعله اتباعه، وأريه الباطل باطلا واجعله اجتنابه. اللهم أريه في ولي عهده صاحب السمو الملكي المحبوب الأمير المحبوب مولاي الحسن ما ينشرح به صدره وما يقر به عينه. اللهم أصلحه وأنبته نباتا حسنا. اللهم أصلحه وأنبته نباتا حسنا. اللهم أصلحه وأنبته نباتا حسنا. وشد عضده بسنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الأسعد مولاي الرشيد وبكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. كما نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يمطر شآبب الرحمة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام،
جلالة المغفور له مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، وجلالة المغفور له مولانا الحسن الثاني قدس الله روحه، وأن يجعلهما في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم أمن أوطاننا ودمر أعداءنا واحفظ ملكنا وشعبنا ووطننا. اللهم أمن أوطاننا ودمر أعداءنا واحفظ ملكنا وشعبنا ووطننا يا رب العالمين. اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك، إنك مجيب الدعوات. اللهم اهدنا بهدي القرآن وثبت قلوبنا على الحق في سبيله، واجعله إمامنا ورائدنا للفوز بخير الدنيا ونعيم الآخرة، بحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلاة تنجينا بها من جميع الهوان والآفات، واقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.